حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل سنة 25 سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. النهاردة جايين نعمل مع بعض القرنبيط بدون بيض وبدون أي حاجة، مكونات عادية خالص، وهيطلع معاكي تحفة التحفة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا النهاردة. هنجيب المية تغلي، هنحط فيها معلقة كمون ومعلقة سكر ومعلقة ملح. تمام. ومعانا القرنبيط كده جبناه، تجيب القرنبيطة البيضة الحلوة، قطعناه وقشرناه. تمام. وغسلناه غسلة حلوة، والمية تغلي حطيت فيها معلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقة كمون. هنسقطه في المية بعد ما تغلي ونطلعه على طول. تمام. هنسقط القرنبيط. تمام. لما يستوي هو بياخد له حوالي 10 دقايق، وبعد كده بنرفعه في مصفى يصفي المية السخنة بتاعته كلها. تمام. هنسيبه لمدة 10 دقايق وبعدين نرفعه يكون استوى. خلاص كده سلقنا القرنبيط. هنعمل بقى الخلطة بتاعته. هنعمل الخلطة اللي هي السايلة الأول. دول كوبايتين دقيق، هنحط عليهم معلقتين نشا. تمام. وهحط عليهم نص معلقة كبيرة بيكنج باودر كده. تمام، نص معلقة كده بيكنج باودر بس. وهحط التوابل بتاعتنا اللي هي ملح، كمون، بابريكا، كركم، توم. ده اللي من غير بيض ولا من غير اي حاجة. تمام. هنحط نفس التوابل كده على الخلطة الجافة. هنعمل كوباية دقيق على معلقتين نشا. تمام. هنخلط كله ببعضه. الخلطة الجافة نفس المكونات بتاعة الخلطة ديت، بس من غير البيكنج باودر. تمام. هنحط نفس التوابل وهنشيل الملح بس. هنقلب كده كده ونحط مية لما نظبط القوام بتاعها. هنحط المية كده ونقلب لحد ما القوام يظبط معانا. انا مش عايزاها تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. تمام. انا عايزاها تبقى حلوة كده، قوامها يعني لا سميك ولا خفيف. هيطلع معاكي في منتهى الجمال والطعم روعة. حاجة بصي جميلة جدا، ولا بيض ولا اي حاجة. هيطلع معاكي زي بتاع المطاعم بره بالظبط، والطعم روعة، ومش هيشرب زيت، وهيطلع مقرمش وجميل. نفضل نضيف كده في المية لحد ما نظبط القوام بتاعها ويبقى جميل وتقيل، مش تقيل قوي يعني، هو يبقى اللي هو المظبوط كده يعني. هندوب كل الدقيق، هو القوام كده جميل. تمام. هندوب كل الدقيق اللي تحت وخلاص. هي كده حلوة قوي، القوام بتاعها كده حلو قوي. تمام. هنحط بقى خضرة. انا هحط كزبرة وشبت. انت عايزة تحطي التلاتة حطي، اللي هما كزبرة وبقدونس وشبت حطي. بس اقول لك كزبرة هو بيبقى بالكزبرة والشبت حلوة جدا. تمام. بس كده. وهنضيف الخضرة. طبعا انا هنا مولعة على الزيت قبلها. المكونات الجافة هنحط كوباية كبيرة دقيق. تمام.
معاها برضو معلقتين نشا، وهنحط نفس التوابل اللي حطيناها قبل كده، تمام، من غير الملح. معلقة كركم، شوية كمون، وحبة بابريكا، تمام. هقلب المكونات الجافة كلها، وبعد كده هننزل بالقرنبيط في الخليط السائل، وبعد كده في في المكونات الجافة دي، وبعد كده ننزل في الزيت. كده هنحط في المكونات السائلة بس، وبعدين هنزل في المكونات الجافة وانزل في الزيت. ننزل في الزيت. هنزل برضو في المكونات الجافة، تمام، على المكونات الجافة، من المكونات السائلة على المكونات الجافة، تمام، وننزل في الزيت. هكمل بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. كده خلصنا القرنبيط، حمرناه كله بالطريقة بتاعتنا، تمام، وطالع جميل ما شاء الله، طالع مقرمش وتحفة. انا عايزة اوريكم القرمشة، اسمعكم القرمشة، حاجة كده جميلة 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 ما شاء الله، ما شاء الله جميلة. خلينا جنبهم شوية طماطم، تمام، خلينا جنبها طماطم معمول لها توم بكمون وملح وشوية شطة صغيرين وحزمة شبت، تمام، وعصرنا عليهم ليمونتين وخللناها، طالعة جميلة ما شاء الله تحفة. كده تكون خلصنا وطالع جميل والله، طعمه في منتهى الجمال، احلى من اي حاجه، بتحطيه لما تحطي له البيض، احلى من البيض حقيقي، جميل جميل. جربوه بطريقتنا وان شاء الله يعجبكم. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده، اتمنى تجربوها بطريقتنا وتعجبكم، وانتظرونا في وصفه جايه جديده على مطبخ روكا الاقتصادي. كنت معاكم رحاب حسين.